مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله وكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس ياسر أفورقي يكرم الدراج بنيام قرماي. ارتياح لخدمات الطاقة الشمسية في ماي دماء. دعوة لتعزيز دور المجتمع في العملية التعليمية. قوة عسكرية أفريقية مشتركة تعلن القضاء على أكثر من 800 جهادي. وموسكو تبدي استعدادها لضمان أمن السفن المبحرة بالتعاون مع أنقرة. وبايدن يؤكد دعمه لغوايدو رئيسا لفنزويلا من دون دعوته إلى قمة الأمريكيتين. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. كرم الرئيس السياسي أفورقي اليوم في مكتبه بعد دهلو الدراج المحترف بنيام قرماي، واطمأن الرئيس السياسي أفورقي في اللقاء الذي حضره مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخلي والقائمين على اتحاد الدراجات، اطمأن على صحة الدراج بنيام، وقال أن الإنجاز الذي حققه بنيام في طواف إيطاليا هذه السنة إلى جانب دوره في رفع اسم إريتريا يمنح الرياضيين الشباب الأمل والدعم المعنوي. وأوضح بأن مناخ وتضاريس إريتريا فضلا عن التشجيع الشعبي يعتبر امتياز كبير، وأعرب عن ثقته في حفاظ الدراج بنيام على هذا الإنجاز وتحقيق انتصارات مميزة في المنافسات الدولية المستقبلية. وذكر الرئيس سياسي أفورقي بأنه لا يوجد ما هو أفضل من كونك أن تصبح نموذجا في العالم، وأن الإنجاز الكبير الذي حققه الدراج بنيام في طواف إيطاليا مثال للدراجين الآخرين، مشيرا إلى قدرة التحمل والكفاءة الموجودة في البلاد. وحث الرئيس السياسي أفورقي بضرورة إرساء التجهيزات التي تضع في الاعتبار جميع أنواع الرياضات في كافة الأقاليم والعمل لتحقيق انتصارات كبرى. وقال الدراج بنيام قرماي بأن تشجيع الرئيس السياسي أفورقي للرياضيين قبل وبعد المنافسات له دور كبير في تسجيل الانتصارات، ويحمل الرياضيين المسؤولية الكبيرة. من جانبه أوضح مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخلي بأن تشجيع الرئيس السياسي أفورقي الدائم للرياضيين وإرشاداته لهم يسهم كثيرا في تطور الرياضة وتسجيل الانتصارات، مؤكدا العمل على تنفيذ البرامج الموضوعة لسد نواقص البنى التحتية والتجهيزات. هذا ويقوم الدراج بنيام قرماي الذي حقق إنجازا كبيرا في طواف إيطاليا بالإعداد لبطولة إريتريا للدراجات، والتي ستنظم يومي 24 و25 من يونيو. أوضح سكان بلدة ماي دماء بأن خدمات الطاقة الشمسية التي أرسيت في البلدة ساهمت في التطور. وذكر سكان البلدة المعروفة بسوق كبير للمواشي إرساء مؤسسات الخدمات الاجتماعية في سنوات الاستغلال الماضية، فضلا عن توفير الكهرباء المستمدة من ألواح الطاقة الشمسية المركبة في السنوات القليلة الماضية ل24 ساعة، مما ساهم ذلك في إحداث تطور اقتصادي واجتماعي. وأفاد المدير التنفيذي في إدارة ماي دماء سيد إيوب أرحيا بوجود 8 مدارس من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية في بلدة ماي دماء وضواحيها، ومؤسسة صحية واحدة و12 نقطة لتوزيع المياه، وكهرباء ل24 ساعة من أجهزة الطاقة الشمسية. وقال أن البلدة تشكل حلقة وصل بين إقليمي القاش بركة والجنوبي نظرا لوجودها على طريق مندفر بارنتو. وجه دعوة للمجتمع في مديرية نخفة لتعزيز المساهمة في حل نواقص المدارس في التجهيزات والبنى التحتية. وأوضح مدير ضاحية بغلة سيد صالح عثمان ومدير مدرسة بغلة الأستاذ أبر محمد بأن نقص الأثاثات المدرسية والبنى التحتية غير المكتملة في بعض مدارس ضواحي بغلة واندلالها لا تؤثر سلبا على العملية التعليمية. وذكر بأن خدمة التعليم التي تقدم في الفصول التقليدية في تنقس ومنوي وإمكيما ومسحال جحاي تخلق إشكالية في مشاركة الطلاب بالتعليم، وطالب بحل المشكلة من أجل زيادة نسبة المشاركة في التعليم وتقوية العملية التعليمية. أهلت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية 310 من المحتاجين بعربات الكارو في إطار جهود تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وأوضح مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية كركبة السيد إدريس إبراهيم بأن البرنامج يهدف إلى انتشال المواطنين من الاتكالية وتحسين حياتهم المعيشية. والمواطنون المدعومون هم من مناطق أتاي ولوكايب ودرفا وفلك وأملايت وهمش دبا وهمبول قجج ويكارع. هذا وكان بعض المواطنون المحتاجون قد تم تأهيلهم في السابق بالماشية.
يقوم سكان ضاحيتي زولا وأفتى في مديرية فرو بصيانة مجرى تحويلي للسيولة المنحدرة من الهضبة بالنفير الشعبي. وأوضح المشرفون على النفير بأن العمل يأتي في إطار الاستعدادات لموسم الخريف، حيث يقومون ببناء مجرى تحويلي بالطرق التقليدية بطول 100 متر وارتفاع 3 أمتار. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية فرو السيد صالح إبراهيم كاكاي بأن جهود السكان للحفاظ على المياه يسهم في إنجاز العمل، وأشار إلى وجود مساحة 1100 هكتار في ضاحيتي زولا وأفتى تنمى بسيول الهضبة في موسم الخريف عبر أودية على قدي وحداس وكوميلي، مؤكدا على أهمية الدعم الآلي في العمل. في غضون ذلك قام سكان وعمال المؤسسات الحكومية في بلدة فرو بنفير لنظافة البيئة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، لقي أكثر من 800 جهادي حتفهم خلال شهرين في جزر على بحيرة تشاد عند حدود نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد إثر عمليات القوى المشتركة لهذه البلدان، حسب ما أكدته هذه القوى. وقادت هذه القوات في الفترة الممتدة من 28 من مارس وحتى 4 من يونيو عملية مشتركة في جزر بحيرة تشاد والمناطق المجاورة بهدف تحييد إرهابيين من بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا، وفق تقرير لهذه القوى التي أكدت أن العملية حققت نجاحا مدويا مع تحييد 805 فرد من الإرهابيين وتدمير والاستيلاء على 44 مركبة و22 دراجة نارية وعدد كبير من الأسلحة الثقيلة والخفيفة. وشارك نحو 3000 جندي في العمليات الجوية والبرية والبحرية التي أطلقتها في البداية الكاميرون والنيجر ونيجيريا، وانضمت إليها تشاد بعد 45 يوما على بدايتها وفق نفس الوثيقة. قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن بلاده تعتبر أن طلب موسكو رفع العقوبات عن الصادرات الزراعية الروسية لتسهيل الصادرات الأوكرانية أمر مشروع. وأوضح نظيره الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي في أنقرة أن موسكو مستعدة لضمان أمن السفن المحملة حبوبا والتي تبحر من المرافق الأوكرانية. وقال لافروف أن مسؤولية حل مشكلة استئناف شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية تقع على عاتق كييف، وذلك من خلال نزع الألقام في المياه المحيطة بتلك الموانئ. وأضاف لافروف أنه ما من إجراء ينبغي على الجانب الروسي فعله لأنه نفذ بالفعل الالتزامات الضرورية. هذا وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيميغال أن البنك الدولي وافق على دعم مالي بقيمة 1.49 مليار دولار لأوكرانيا لمساعدتها على دفع الرواتب للموظفين الحكوميين. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه لخوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية الذي تعترف به واشنطن رئيسا بالوكالة، من دون دعوته إلى قمة الأمريكيتين التي استبعدت منها السلطة الفنزويلية أيضا. وحض الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة الدول الأمريكيتين على إثبات مكاسب الديمقراطية خلال افتتاح قمة جمعت قالبيتهم في لوس أنجلوس التي تستضيف المناسبة. ورحب بايدن برؤساء الأمريكيتين في مركز المؤتمرات بوسط لوس أنجلوس قبل أن تبدأ اجتماعات تستمر يومين وتركز على الهجرة والتغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي. وأكدت واشنطن أنها لم تدع فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا لحضور قمة الأمريكيتين التي افتتحت في لوس أنجلوس بسبب تحفظات على الدول الثلاث. في الخبر الأخير، استقبلت الأمم المتحدة في مقرها بمدينة نيويورك أمس الأربعاء عددا من الشخصيات المهتمة بالبيئة والحياة المائية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات الذي يصادف 8 من يونيو. وحذر الناشطون خلال كلماتهم من خطورة ما وصلت إليه الأحوال في المحيطات التي تعتبر الحليف الأكبر في مواجهة التغير المناخي، حيث توفر 50% من الأكسجين الذي نحتاجه وتمتص 25% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحسب تصريحات الأمم المتحدة. الخطر الأكبر الذي يواجه المحيطات بحسب مختصين هي المخلفات البلاستيكية، حيث من بين 7 مليارات طن من النفايات البلاستيكية التي تم إنتاجها على مستوى العالم حتى الآن تمت إعادة تدوير أقل من 10% وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ونظمت العديد من الجهات المختصة بالبيئة في دول عدة فعاليات مختلفة للاحتفال بهذا اليوم. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين.
فخامة الرئيس سياس أفورقي يكرم الدراج بنيام قرماي. ارتياح لخدمات الطاقة الشمسية في مايدما. دعوة لتعزيز دور المجتمع في العملية التعليمية. قوى عسكرية أفريقية مشتركة تعلن القضاء على أكثر من 800 جهادي. وموسكو تبدي استعدادها لضمان أمن السفن المبحرة بالتعاون مع أنقرة. وبايدن يؤكد دعمه لغوايدو رئيسا لفنزويلا من دون دعوته إلى قمة الأمريكيتين. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.